مريان عماد، 23 سنة، طولي 165، وزني 65، حاصلة على ليسانس آداب إعلام. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم سباق الأغنية. شفنا مع بعض شهر واحد الأسبوع اللي فات 10 أغاني بدون أي ترتيب، كان بيتنافس معانا الفنان هاني شاكر ومجدي القاسم ومن بعيد محمد عطية. لغاية دلوقتي مش عارفين مين اللي حصل معانا على المركز الأول وإيه اللي حصل من الأسبوع اللي فات للأسبوع ده. تعالوا مع بعض نشوف مين اللي حصل معانا على المركز الأول ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مشاهدينا وعرفنا مين اللي حصل معانا على المركز الأول. هو أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وبنقول له ألف مبروك لحصوله معانا على المركز الأول في برنامجنا. كمان عايزة أعلق معاكم النهاردة على نتيجة السباق الأسبوع ده، والمنافسة كانت قوية جدا جدا بين هاني شاكر ومجدي القاسم، وحصوله معانا النهاردة على المركز الثالث. أما المركز الثاني فكان من نصيب رغد علامة. كمان عايزة أقول لكم مفاجأة غير متوقعة، وزي ما قلت لكم في بداية حلقتنا نتائج السباق ان كان معانا محمد عطية، وهو حصوله معانا النهارده على المركز العاشر. زي ما انتم عارفين منافسه وسباق اللي بيحدد هو التصويت، واللي بيحدد كمان الاغاني اللي بنعرضها على حضراتكم. للاسف حلقتنا خلصت، لكن برنامجنا لسه ما خلص. هستناكم السبت اللي جاي في حلقه جديده من برنامجكم سباق الاغنيات.